ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وسيشن جديده، ويلا بينا مع بعض نشوف الاكسفورد عاوز مننا ايه. النهارده الفيديو ده لكل مامي ولكل مس ولكل معلمه حابه تعرف اكتر عن منهج الاكسفورد، لانه طبعا بقى متواجد في مدارس كتير، وايه هي المدارس اللي موجود فيها وايه هي المدارس اللي مش موجود فيها وامتى الاقيه وازاي اتعامل معاه كمامي، بالذات لما يكون ابني لسه في كي جي 1 او في كي جي 2. هقول لكم كل التفاصيل دي في الفيديو ده ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك وكومنت واشتراك في القناة عشان اوصل بيكم باذن الله، وعلشان نكبر بيكم والفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونقدر نساعد كل الناس مهما كانوا بعيد عننا. الاكسفورد هو منهج خفيف جدا. يعني مثلا في ماميز كتير دلوقتي بتسأل عنه لان طبعا مش عارفينه تمام، بالذات ان هو كل اللي معروف الكونكت والكونكت بلس. طيب الاكسفورد امتى الاقيه؟ الاكسفورد هنلاقيه في المدارس الخاصة لغات. طيب يعني ايه؟ يعني هما بينزلوه زي ليفل كده من الانجليش زيادة، بيزود الحصيلة للطالب وبيزود معلوماته وبيقويه جدا، وفي نفس الوقت يعني مستوى من الانجليش حلو جدا تمام. فطبعا مدارس اللغات الخاصة هي اللي بتضيفه. طب هل ده موجود في التجريبي اللي هو بتاع الحكومي؟ لا. طب هل ده موجود في التجريبي المتميز او المميز؟ لا. طب هو موجود فين؟ زي ما قلنا موجود في المدارس الانترناشونال وفي المدارس الخاصة اللغات فقط لا غير. هو منهج ايه؟ هو منهج الكامبريدج. يبقى احنا عندنا منهجين اتنين بلس، الكونكت والكونكت بلس، الاكسفورد والكامبريدج. هنتكلم النهارده عن الاكسفورد، بيتكلم عن ايه، وهل عشان انا ابني في تجريبي ما ينفعش اديهوله او ان انا اسسه فيه او كده؟ لا طبعا بالعكس، الاكسفورد منهج حلو جدا وتقدري انك انتي تاسسي فيه ابنك، وده هيفيده جدا في اللي جاي، وان هو يحفظ الكلمات بشكل سهل وبسيط. الاكسفورد فونكس وورلد. الفونكس معناها الصوتيات او الصوت الحرف اللي بيساعدني ان انا احفظ الكلمة. زي ايه؟ يعني مثلا احنا بناخد في العربي وليكن حرف الالف. طيب حرف الالف ده بنقول عليه ايه لما بنحط له فتحة؟ بيبقى بنحط له كسرة بيبقى بنحط له ضمة بيبقى او. فده بيسهل القراءة بالنسبة للطفل لما يجي يقرأ تمام. فبيبتدي ان هو يقول ار نب، ده كده بيقرأ بالتشكيل تمام. طب هل الانجليش ينفع كده؟ الانجليش ينفع كده، والطريقه دي حلوه جدا ومجربه جدا، والولاد اللي متابعينها بسم الله ما شاء الله بيحفظوا حلو جدا الكلمات. طب زي ايه؟ يعني احنا زي ما قلنا هناخد الفونكس اللي هي الصوتيات والحروف. هبدا ان انا اديله اول حاجه صوت حرف الالف، سوري صورة ساوند لتر A مثلا هيبقى ساوند لتر B هيبقى ب ساوند لتر C هيبقى ك. انا منزله على فكره الفونكس عندي على القناه لو انتوا حابين ترجعوا لللترز. بعد ما بخلصها ببتدي ان انا ادمج له بقى الصوتيات اللي هو خدها دي. خلاص انا بقيت اساله دلوقتي what the sound of مثلا letter A، بيقول لي what the sound of the letter I، بيقول لي تمام. فخلاص كده اتقن الصوتيات بتاع الحروف. ببدأ بقى ان انا ادمج. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا خدنا وليكن ان حرف الاي ده من الحروف الشقية تمام. فلما بيقف جنب اي حرف من الحروف من الشقية يعني من الفاولز اللي هي الحروف المتحركة تمام، بس احنا بنوصلها له عن طريق ان هي الشقية. فلما بيقف جنب اي حرف من الحروف بيبتدي ان هو يعصبها. ازاي؟ يعني بيخلي كل الحروف تتعصب وتزعق. زي ايه؟ اما باجي انطقه بنطقه بصوته اللي هو اه تمام. فلما اجي اقراه هيتقرا تمام. دي بتساعدني ان هو يقرا. فببتدي ان انا احط له الصوتين مع بعض، وليكن في اول مثال عندي خالص هنا تمام اللي هو كلمه فأس. ببتدي ان انا اقول له يدمج الصوتين. يعني بعمل له ازاي؟ بعمل له كالتالي: ساوند الاي ايه؟ بيقول لي طيب ساوند الاكس ايه؟ اكس. فببتدي اقول له حط الأ مع الاكس يقوم قايل لي اكس تمام. طيب ننزل تحت نمبر 2 بيقول لي and. طيب يلا هنا هندمج 3 حروف. ببتدي اخد اول 2 مع بعض واقف تمام. هبتدي ان انا اخد ال A مع ال N. what's the sound of A؟ هيقول لي what's the sound of N؟ هيقول لي هيبقى ان.
واقوم حاطه الحرف الثالث معاهم اللي هو التي. تمام. فهي معلش الصور كانت لخبطت فانا ظبطتها تاني. تمام. فهيبتدي ان هو يقرا بالشكل ده. هيقول لي ان، واقوم قايله له ايه؟ طب ساوند لتر تي ايه؟ هيقوم قايل لي ت ت ت ت. هيبقى انت نمله. تمام. طيب انا بسيب هو اللي بيقرا لوحده. طب تعالوا هنا نشوف لما لتر ايه جه بقى في النص هيعمل ايه. قلنا اي حرف من الحروف يجي بعده لتر ايه بيعصبه ازاي؟ يعني بيخليه يقول طيب خلينا هنا في اول حاجه ساوند السي ايه خدناه ك ك ك. طيب اوكي يلا بينا نكمل. ك ها واقف جنبه الاي فهيعصبه فهيقوم قايل ايه؟ كات. تمام. تمام. يلا اللي بعدها نمبر 4 هيبقى نفس الفكرة الاي جاي بعده يبقى هيعصبه. what the sound of letter y؟ هيقوم قايل لي يه. تمام. طبعا ده كله بعد ما يكون حافظ الفونكس بتاع الساوند بتاع كل الحروف اللي هي الاي والبي والسي والدي وكده. اوكي. طب يلا هيبقى ياك. تمام. هو ده منهج الاكسفورد، حلو جدا وبيعود الطفل معاه ان هو يقرأ وبيعوده ان هو يقرأ اي كلمة ويحفظها بدون ما يحفظها. فاهمني؟ يا رب تكون الحتة دي وصلت. تعالوا نشوف هنا بيقول لي letter A plus letter N. طيب هبتدي ان انا اخليه يقراهم عادي جدا. بصوا هو هنا جاب 2 لتر مع بعض ما جابش التلاتة. طب يلا نشوف كده. ساوند الاي ايه طب ساوند الان هقوم قايله له ادمج الاتنين مع بعض. هقوم قايل ان. تمام. طب تعالى ننزل تحت. احنا قلنا دول اسمهم ان. طب ساوند الاف ايه؟ هيقوم قايل لك طيب يلا ان فان. تمام. وابتدي ان انا اقول له مروحه دي بقى يعني فان. تمام. تمام. انا مش بحفظه الكلمات ان هو يحفظها، لا انا بسيبه هو يقرا يدمج وبعد كده يقرا وبعد كده ندي بقى كلمات عليهم. تمام. بنزل بقى مثلا تحت واقوم قايله له ايه؟ ان اللي احنا خدناها دي لو حطينا قبلها ام هتبقى ساوند الام ايه؟ هيقول يبقى مان. طب لو حطينا بيها هتبقى ساوند البي ايه؟ ب هتبقى بان. وهكذا. تمام. هنا مثلا وليكن جايب لي الاي مع الام. يلا يبقى ام. طيب يلا لو حطينا ار قبل الام دي هتبقى ساوند الار ايه؟ هيقول يبقى رام. تمام. بقى عندي رام. طب لو حطينا الجي هتبقى جام. طب لو حطينا الواي يه هتبقى يام. طب لو حطينا دي ده دام. وهكذا. تمام. هو ده الاكسفورد، حلو جدا مفيد جدا بيخلي الطفل ان هو يحفظ الكلمات بدون ما يحفظ. يعني سيبك بقى من جو ايه رام ار اي ام فان اف اي ام دام دي اي ام. لا مفيش الكلام ده خالص. الفونكس معتمد عن ان الطفل هو اللي يستنتج اللتر لوحده، بلس ان في كلمات شاذة بتبقى طبعا ايه الساوند مختلف فيها حاجات تانية. بس طبعا مش وحش جدا ان هو يكون لسه في كيجي 2 او برايم 1 وان هو بيطلع الكلمات لوحده وبيعرف يقراها لوحده بدون ما مس تقراها له وبيعرف يكتب اي كلمه. يعني انت لو قلت له اكتب لي كلمه جام هيكتبها، كلمه دم هيكتبها. تمام. انتظروني في فيديو جديد وفي سيشن جديده. وزي ما قلنا ده منهج الاكسفورد هكمله معاكم للاخر باذن الله. لو انتوا حابين تاسسوا ولادكم للقراءه والكتابه في الانجليش هنزل كل اسبوع سيشن باذن الله، انتظروها في الاكسفورد. ولو حابين ان انا انزل الكامبريدج ما عنديش مشكله خالص، اكتبوا لي في الكومنتس. متنسونيش بلايك حلو وبدعوه حلوه واشتراك في القناه وبكومنت حلو. ولو مش هتعملوا كل ده افتكروني بصالح الدعاء بس وخلاص. انا حابه ان انا اساعد كل الناس حتى لو هم بعاد عني ومن محافظات تانية. وانا بحبكم جدا وربنا يوفق اولادكم جميعا ومستنيه اسئلتكم. اللي حابب يسال اي حاجه انا تحت امركم. مع السلامه.